ومن جهة أخرى أدعو أخي فخامة الرئيس عبد المجيد تبون لحوار أخوي صادق بين المغرب والجزائر من أجل تجاوز الخلافات وبناء علاقات جديدة تقوم على الثقة والروابط الأخوة وحسن الجوار. كما نجدد التزامنا بمواصلة العمل من أجل إحياء الاتحاد المغاربي على أساس الاحترام المتبادل والتعاون والتكامل بين الدول الخمس. شعبي العزيز، إن ما تعرفه أقاليمنا الجنوبية من تنمية شاملة وأمن واستقرار هو بفضل تضحيات جميع المغاربة، ولا يسعنا هنا إلا أن نعبر عن اعتزازنا وتقديرنا لكل رعايانا الأوفياء، لا سيما سكان الأقاليم الجنوبية الذين أكدوا على دوام تشبثهم بمقدسات الأمة